يا صباح الفل يا مساء الجمال عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. بصوا بقى النهارده ايه. هنعمل طاجن كده سي فود هيعجبكم قوي. بصراحة يعني بيني وبينكم اصلا كان عندي شوية سمك كده، مش شوية، بتاع قطعتين 3 فيليه اللي هو السمك الفيليه، وعندي حبة صغيرين كده جمبري. فقلت بقى ايه، طب اعمل ايه بقى بالثلاث قطع دول؟ ما هم مش هيكفوا. رحت مقطعهم كده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، خلاص، وتبلتهم تتبيلة السمك، تتبيلة كده على خفيف يعني، تمام. وعفرتهم كده بشوية دقيق، مش كتير، مش زي مثلا ما احنا هنقليهم، تمام. بس وشوية زيت صغيرين، وهبتدي اشوح بقى، اخد اللون التحفة ده، تمام. شايفين اللون خطير؟ خلاص، نفس الزيت اللي انا قليت فيه السمك او شوحت فيه السمك الفيليه، هنزل بالايه، هنزل بالبصل. خلاص، نفس الحكاية عملتها مع الجمبري، زي ما عملت في السمك عملت في الجمبري، شوحته برضو، تمام. هنزل بقى بشوية بصل، دايما الطواجن بتحب البصل زيادة شوية. خلاص، وعندي بقى كرفس كنت حاطاه في الفريزر لاني ما بستعملوش كتير، ولو سبته في التلاجة بيبوظ، ف دايما كده اغسله واقطعه واحطه في كيس في الفريزر. ده فلفل اخضر حامي، خلاص، هالبينيو كمان، اديله ادي. ما اصل ايه، السمك بيحب الحاجات السبايسي بقى، انتوا عارفين. وعلى فكرة ساعات بشتري الهالبينيو ده ما بيكونش سبايسي، يعني في تلاقي وحدات سبايسي ووحدات لا. المهم، هنزل بالطماطم والجزر المبشور، هنعمل حتة طاجن يا خرابي، تحفة 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 تحفة. من بس 3 قطع فيليه، خلاص، وشوية جمبري صغيرين. دي بقى خلطة السمك، تمام، اللي انا عملتها، خدت منها شوية وتبلت بيها الجمبري والسمك الفيليه، وعفرتهم بشوية دقيق، وشوحتهم في شوية زيت صغيرين. هنا هحط بقى ايه التوابل: بصل باودر، توم باودر. تعالوا شموا بقى ريحة الخضار ده بقى، وعليه شوية من القرفة، كزبرة، بهارات سمك، كمون طبعا، اكيد كمون، شوية من الفلفل الاسود، شوية من الزعتر، دي قرفة اهي. خلاص، يبقى بصل باودر، توم باودر، كزبرة، كمون، بهارات سمك. ايه تاني اقول لكم؟ قلنا شوية قرفة، شوية زعتر، فلفل اسود. اوكي، حسيت ان انا محتاجة احط توم تاني، فحطيت بصراحة بتاع معلقة صغيرة توم كده. وبعدين حطيت معجون الطماطم، لازم السمك كده اساسه التوم، فحسيت ان التتبيلة يعني قليلة، فحطيت بقى توم عادي مع التوابل اللي انا حطيتها، فكده تمام. خلاص، زودت بقى مية، نظبط ايه الملح، نظبط السكر، حطينا شوية سكر عشان الصلصة طبعا. اوكي، وتخلي الطعم ظاهر كده كويس. بصوا شكل الخلطة، بصوا شكل الخلطة، ريحتها جبارة، يعني ميكس فظيع فظيع فظيع. وما شاء الله يعني عملت لي طاجن كده محترم بصراحة. لما تقطعي كده سمك الفيليه مكعبات صغيرة، ياخدوا منه كده على الرز على طول، سهل وسريع. وخلصتي من بواقي التلاجة اللي هو حتتين سمك فيليه، شوية جمبري اهو، بصوا قد ايه، يعني الحمد لله. بواقي ما اقولكوش، الفريزر بيبقى
ساعات كده حاطين شوية حاجات، كل حاجة في كيس، كل حاجة في كيس كده حبة حبة، فلما تجمعيهم مع بعض وتعملي أكلة بصراحة بينفعوا. يعني أنا أقولك على فكرة، يعني مثلا ايه، ساعات الشيش تاووك ما عملوش كله، يتبقى مني احس ان هو كتير فاشيل منه شوية. اوكي، عندي مثلا فراخ مشوية ما سويتهاش كلها، فاضلي مثلا زي ورك، فاضلي صدر، تمام. لحمة مشوية بشيل مثلا كم مكعب كده على جنب، اللي هي الكباب مثلا اشيله على جنب، بلاقي ايه، كيس بقى في الفريزر، اكياس، فاخدهم بقى كلهم دول، تمام، واعملهم بقى ميكس بقى مشويات، ميكس مشويات بتبقى اكله خطيره، مع شويه بقى رز كده مبهر، رز اصفر، تمام. وسوي بقى الحاجه بتاعتك دي، وكده عملتي ايه، اكله تانية خالص. من ايه، شويه حاجات انت سايباهم بتجمعيهم كلهم مع بعض في وصفه واحده. بس بحط بقى شرايح كده من الفلفل على الوش، شرايح من الليمون. خلاص، الفرن بتاعي طبعا سخن مولعاه من قبل. اوكي، هنعمل بقى شوية رز صيادية جنبه مع شوية سلطة خضرة، واللهم لك الحمد، يعني كده تمام التمام، كده حلو جدا. خلاص، فانتي اللي هو ايه، ازاي تفكري ان انتي توظفي الحاجات اللي في الفريزر بتاعتنا دي، اللي بنرميها على طول في الفريزر، تعملي بيها وصفة واكلة جديدة. خلاص، بصوا تحفة تحفة تحفة. رشة كده من البقدونس، رشة من الكزبرة على الوش. يعني أكلة سمك كده خفيفة ولذيذة، ومتاخدش منك وقت، ومش عاملة حاجات كتير. هو طاجن السي فود ده، وشوية سلطة، وبطاطس محمرة، ورز صيادية. دي بهارات كده كنت عاملاها للبطاطس فبرش منها كده بعد ما ايه، وهي سخنة. واي حاجة عايزة تحتفظي بالقرمشة بتاعتها، يعني البطاطس، الفراخ، او اي حاجة، فانتي بتحطيها في مصفى او على شبكة، تمام. متحطهاش في طبق على منديل، عشان ده كده بيطري الحاجة، تمام. شايفين بقى شكل السفرة بتاعتنا، شوية رز بقى مفلفلين كده، ايه، تحفة. يعني رز صيادية ما شاء الله، ولا معجن ولا اي حاجة، شوية بطاطس محمرة وشوية سلطة خضرة، وحاجة كده خطيرة. وعملنا أكلة الحمد لله، شبعنا. تعالوا يا تمام حبايبي التمام. ندوق. شايفين شكل الرز الصيادية، حاجة كده تفتح النفس. بصوا الجمال. شوية طاجن بقى سي فود خطير. روعة. طبعا عشان هو سخن، انا مش بستطعم الاكل قوي وهو سخن، بس رائع رائع رائع. خطير خطير خطير. طبعا انا ما بعرفش اكل الاكل وهو سخن قوي كده، بس كان تحفة. يا رب تجربوه ويعجبكم، ما تنسونيش في اللايك.